إخواني أخواتي مستمعين الأوفياء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما حللتم وارتحلتم عبر بقاع العالم. وأجدد لكم الترحاب في هذا الفيديو الاستثنائي والحصري على قناتكم الإخبارية المتواضعة Y.am News مع أخوكم كريم عبدو. فمرحبا بكل المغاربة الأحرار، مرحبا بالزليجية، مرحبا بالملكيين، ومرحبا بالعياشة أينما كنتم. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو خوتنا عاجل، غنقول لكم فيه خبر عاجل وصادم وخطير جدا يخص الصحراء المغربية. درنا هذا الفيديو في وقت استثنائي، في وقت اللي خصنا نخرجوا نتكلموا فيه، في وقت اللي وقعت فيه شي حاجة خطيرة جدا تهم ملف الصحراء المغربية. غادي نقراو عليكم التقرير ونقراو عليكم هذا الخبر العاجل، ومن بعد نطرقوا للتفاصيل. خليكم معنا ما تزابيوش. أفادت مصادر أممية بأن الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها حاملة القلم في كل ما يتعلق ببعثة المينورسو داخل مجلس الأمن الدولي قامت مساء يوم أمس الاثنين بتوزيع المسودة النهائية لمشروع القرار باللون الأزرق والسطرية على اللون الأزرق على كافة أعضاء المجلس تمهيدا للتصويت عليه خلال الجلسة المقررة اللي غتكون يوم الخميس 30 أكتوبر الجاري. ووفق مصادر موثوقة فإن توزيع مشروع القرار باللون الأزرق يعتبر مرحلة دبلوماسية متقدمة في مسار اعتماد قرارات مجلس الأمن الرسمية، إذ يستخدم هذا المصطلح للدلالة على أن النص بلغ صيغته النهائية بعد سلسلة من المشاورات والمفاوضات بين الأعضاء، لافتة إلى أنه تم فعليا إدراج التعديلات المقبولة واستبعاد المقترحات غير متوافق عليها ليصبح المشروع جاهزا للتصويت الرسمي في جلسة يوم الخميس القادم إن شاء الله وبإذنه. وأكدت نفس المصادر أن تقديم واشنطن المسودة ديالها النهائية كيترجم توافق غالبية الدول الأعضاء حول مضامين القرار، واللي كيقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية مينورسو التي ينتهي تفويضها في يوم 31 أكتوبر الجاري، مع التأكيد على أهمية استمرارية جهود المبعوث الشخصي للأمين العام لإحراز تقدم في العملية السياسية. وبحسب المعطيات اللي حصلنا عليها فإن النسخة النهائية لا تختلف كثيرا عن مضمون المشروع الأول اللي وزعته البعثة الأمريكية مطلع الأسبوع الماضي، واللي كنا شفنا فيها المسودة المسربة باستثناء بعض التعديلات الشكلية واللغوية اللي تم التوافق حولها دون المساس بجوهر النص الأمريكي والقائم على دعم الحل السياسي الواقعي القائم على التوافق بشأن مقترح الحكم الذاتي المغربي، حيث أن الولايات المتحدة كانت وزعت نهار 22 أكتوبر الجاري مشروع قرار كيأكد أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية واللي قدمتها الرباط سنة 2007 كتمثل الحل الجاد والواقعي لتسوية النزاع، كما تنص المسودة النهائية على تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 يناير. إذن إخواني أخواتي، هذا الصباح توصلنا بأخبار خطيرة جدا كتهم ملف الصحراء المغربية واللي كيهمنا كاملين كمغاربة وشعب مغربي ومملكة مغربية. اليوم تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بالمسودة النهائية باللون الأزرق. ما معنى اللون الأزرق؟ أمريكا كتكتب المسودة النهائية دائما باللون الأزرق، معنيته هذا هو المسودة النهائية اللي غتحط وغتعرض للتصويت. شفنا أمريكا الأسبوع اللي فات تقدمات بمسودة وديك المسودة تسربات، وشفنا اللب ديال المسودة اشنو فيه، وشفنا القرارات الأمريكية شنو فيها اللي كلها كتصب لمصلحة المملكة المغربية والتي تقضي بالحكم الذاتي كحل وحيد أوحد وواقعي ولا عدول ولا رجعة عن الحكم الذاتي. الشيء اللي ما راقش الكابرانات والشيء اللي ما راقش جمهورية العجاج والقياطن وكل شيء كذب هاد المسودة. وفي الآخر تأكدنا أن المسودة
كانت هي أول مسودة نزلتها الولايات المتحدة الأمريكية. لكن كيف ما تعودنا هذه المسودة كتعرض على جميع أعضاء مجلس الأمن، ومن بعد كيداروا لها كتخضع للنقاش، ومن بعد كيدار لها بعض التعديلات، ومن وراء التعديلات غيروا بعض التعديلات الشكلية واللغوية. ولكن المسودة اللي فاتت واللي كانت تسربات بقات هي وقدماتها اليوم الولايات المتحدة الأمريكية كمسودة نهائية اللي غتعرض نهار 30 في مجلس الأمن للتصويت. ما دامت أن المسودة تكتبات باللون الأزرق وتعتبر المسودة النهائية اللي غتعرض على جميع أعضاء مجلس الأمن، معنيته أن جميع أعضاء مجلس الأمن شافوا المسودة ووافقوا عليها مضمونا، وقاموا بتعديل بعض التعابير اللغوية وبعض الأمور الشكلية التافهة. أما المضمون اللي هو الحكم الذاتي للصحراء المغربية تحت السيادة المغربية فهو بقى وكل شيء موافق عليه. معنيته ناقص على التصويت، وطالما عجباهم الاعضاء ديال مجلس الامن المسوده وما اعترضوش على المضمون ديالها، فالتصويت ماشي غنقول لكم غالبا او غنقول لكم لا راه حكا يمكن الموضوع انتهى. صفر الحكام وجبدوا البطاقه الحمراء، البوليس بالي عطاونا اتساع، والكابرانات غادين يلقاو مشكل حل نهار 31 او نهار 30 اكتوبر من هذا الشهر الجاري. اذا اخواني اخواتي، تم اقرار الحكم الذاتي في المسوده النهائيه وقدمتها الولايات المتحده الامريكيه اليوم باللون الازرق. واللون الازرق باش نقول لكم في القانون ديال الامم المتحده معناه ان المسوده نهائيه، ما بقى غيتغير فيها والو، ما بقى يتزاد فيها والو، ما بقى غيتعدل فيها والو، وغتقدم لمجلس الامن اليوم متقدمات اصلا في انتظار التصويت عليها يوم 30 اكتوبر الجاري ان شاء الله. اذا مبروك عليكم الخوت، والصحراء الغربيه مغربيه في انتظار الصحراء الشرقيه المغربيه المحتله من طرف الكابرانات. وحنا كنهضروا على الصحراء الشرقيه، عندي لكم خبر خطير جدا. اش وقع ملي الولايات المتحدة الأمريكية فرضات على جمهورية طابورستان أنها تمتثل للأوامر ديال سيدهم ترامب، وملي سيدهم ترامب أمرهم وهما خصهم يمتثلوا داروا روسهم امتثلوا، مشاو كيناوروا لجؤوا لروسيا ولجؤوا للصين ولجؤوا لكوريا، ما خلاو لما لجؤوا لفرنسا، وتا دولة ما عقلات على جمهورية طابورستان. علاش؟ لأنهم لا وزن لا هبة لا كلمة لا دولة لا عدس لا لوبيا لا حليب، حتى واحد ما تسوق لدولة الكابرانات. ترامب ما عجبوش الحال، لأن ترامب عزيز عليه يقول الكلمة للكابرانات وينفذوا الأوامر ديال سيدهم. ما عجبوش الحال أنهم ما امتثلوش الأوامر ديالهم، مشاو كيجريو من وراه عند روسيا والصين وكوريا وفرنسا ومجموعة من الدول. فاليوم صدمهم واحد الصدمة خطيرة جدا. سرب وثيقة استخباراتية عن طريق المخابرات الأمريكية واللي كتقول أن هناك وثائق، وسربهم وخرجهم للعلن. الوثائق كتقول أن الصحراء الشرقية بكاملها فهي صحراء مغربية، وهذا كيتعتبر ضرب في عرض دولة طابورستان والضرب في عقر الدار ديال جمهورية طابورستان. وهذه صفعة ما بحال صفعة، وعلى ما بان ليا ترامب ما غيدوزاش ليهم، وهذا ملف ودوسي اللي كيضغط به ترامب ايضا. مادام خرج وثائق كتثبت مغربية الصحراء الشرقية، ف جمعي شطيطك لا تباتيش هنا ودي الاتبيبين لقيتوها كحله زحله هذا العام ديال 2025 داز عليكم كحل زحل. اذا اخواني اخواتي، ترامب كيصدم دوله طابورستان اليوم، والمخابرات الامريكيه كتسرب وثائق رسميه كتقول ان الصحراء الشرقيه كلها مغربيه. ولا ما بغوش يحشموا واقيلا غادي نرجعوا نديروه المغرب الكبير من نوقفوا حتى ليبيا اذا خوتنا مبروك عليكم، في انتظار نوافيكم باقي الاخبار. نقول لكم شكرا لكم ولحسن الاستماع. ما تنسوش خوتنا البارطاج باش يوصل هذا الخبر المفرح لكل المغاربه. الله يجعل ايامكم كلها افراح وسرور وغبطه. تحياتي للجميع
على شعار الله الوطن الملك نقول لكم عاش الملك، عاش المغرب، عاشت المملكة المغربية، والصحراء الشرقية والغربية مغربية ولا غالب إلا الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.